السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا اليوم نتحدث على المنتخب المغربي. المنتخب التي يمثل المملكة المغربية ويمثل القارة الإفريقية. هذه أول ما يمثله المنتخب المملكة المغربية. ففي أوله يمثل المملكة المغربية شعبها الأمازيغي والعربي. وثانيا يمثل القارة الإفريقية التي ينتمي إليها المغرب. لكن مع الأسف نرى في الكثير من الإعلام العربي وفي الإعلام المغربي بنفسه وفي نفس الوقت في الإعلام الأوروبي جميع المنصات الإعلامية في هذه الدول يتحدثان عن المنتخب المغربي كممثل للدول العربية، وليس كدولة إفريقية ولا كدولة أمازيغية إفريقية، بل أنهم يتحدثون على أن المغرب يلعب في منزله في قطر ويمثل فقط الشعب العربي، وهذا يعني إقصاء التام للشعب الأمازيغي الحر. ونحن لا ننسى أن أغلبية اللاعبين في هذه اللحظة في المنتخب الوطني المغربي أغلبيتهم من الأمازيغ، وخاصة الناظور وبركان والجهة الشرقية عامة، ومن الأطلس ومن السوس وعامة من الريف. نرى أن أغلبية اللاعبين من الأمازيغ، وفي نفس الوقت الجمهور الأمازيغي التي ذهب إلى قطر فيبهرنا بعلم الأمازيغي في جميع المنصات وفي جميع اللحظات التي يلعب فيه المنتخب المغربي. والعلم الأمازيغي موجود داخل قطر، رغم أن قطر في الأوائل في اللحظة الأولى من الدخول إلى الملعب حاولت إمناع العلم الأمازيغي أو إمناع الدخل أو إدخال العلم الأمازيغي إلى الملاعب، لكن في الآخر الشعب الأمازيغي انتصر ودخل بعلمه الأمازيغي والمغربي إلى الملاعب القطرية. وهذا يعني أن الأمازيغ هم أسياد المغرب وأسياد الأرض المغاربية، وأحفاد الكثير من الملوك والملكات، وأحفاد بطبيعة الحال الفاتحين للأندلس. ولا يجب علينا أن ننسى أن المغرب منذ 2011 هو اعترف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، واعترف أيضا بالهوية الأمازيغية كهوية الدولة وكثقافة الدولة، وليس فقط هوية إقليمية لبعض الأقاليم في المغرب، بل أنها لغة وهوية الوطن بالأكمل. وعيب وعار على المنصات الإعلامية في المغرب أن يتحدثون على المنتخب المغربي كممثل للعرب فقط، ولا يتحدثون أبدا على اللاعبين التي يمثلون الشعب الأمازيغي. فأولا أغلبية اللاعبين المغاربة لا يعرفون ولا يعلمون التحدث باللغة العربية ولا حتى بالدارجة المغربية، بل كلهم يتحدثون يا إما الريفية الأمازيغية أو الأمازيغية التشلحيت أو التسوسيت. وفي نفس الوقت أن أغلبيتهم ازدادوا خارج المغرب، وأغلبيتهم يتحدثون باللغة الأجنبية، وهذا لا يرونه العرب، بل فقط يروا أن المغرب دولة عربية. ودائما القومية العربية تحاول أن تهمش الأمازيغية والأمازيغ والدول الأمازيغية عامة. أما في الإعلام العربي فكلنا نرى ونسمع أن كلهم يتحدثون على أن المغرب دولة عربية، بدون إذكار في أي لحظة أن المغرب دولة أمازيغية أيضا، ودولة ذو سيادة أمازيغية وثقافة أمازيغية. المغرب أغلبية شعبه أمازيغ، فأكثر من 60% هم أمازيغ ويتحدثون باللغة الأمازيغية ويعلمون أبنائهم اللغة الأمازيغية. ونعلم أيضا أن الدولة المغربية
قررت أن تدرس اللغة الأمازيغية في جميع المؤسسات الدولة المغربية، وكل هذا لا يرونه العرب ولا يرون أن المغرب أصبح دولة أمازيغية عربية وليس دولة عربية أمازيغية. موضوع الآن هو أن نقول ألف مبروك للمنتخب المغربي التي وصل إلى هذه المرحلة، هذا أولا. وثانيا مبروك للشعب الأمازيغي، ومبروك للاعبين الأمازيغ التي انتصروا على جميع المنافسين في هذه اللحظة التاريخية للوطن وللكرة القدم في المملكة المغربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في الله.